السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين ومهنين ومرتاحين؟ نتمنىكم كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحه وبسلامه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنصايبوا واحد لي كيش بلي كريب لي كيجيو ان شاء الله زوينين بزاف. بالنسبه لاول حاجه عندنا هنايا نص لتر ديال الحليب، عندنا هنا 2 كيسان ديال العنبه، عندنا هنايا واحد 3 المعالق ديال الزيت، شويه ديال الزعتر، 2 ديال البيضات، شويه الملح وشويه الابزار. هادو بالنسبه لي كريب. عندنا عود الحليب والدقيق والزبده والفرماج، هادو لا بيشاميل. وعندنا ان شاء الله الحشوه اللي هي الفرماج احمر. وعندنا هنا انواع ديال الكاشير، يعني هنا كيبقى نتوما اختياري، ديروا واش ما بغيتو. ممكن ما ديروش لي كاشير، ديروا شي حاجه واحده اخرى. يعني ممكن ديروا الحوت مثلا ولا الدجاج، ولا نتوما كيبقى لكم هنا الاختيار. اول حاجه غادي نصايب ان شاء الله غنصايب لا بيشاميل، وغنصاوب لي كريب ان شاء الله، وغادي ندوز ان شاء الله المونتاج ديالها، لان هادشي عندها كلشي طايب، يعني خاص غير داكشي وغادي تمونطا ان شاء الله. انا خديت واحد الزلافه، درت فيها دوك 2 بيضات، شويه ديال الملح وشويه البزار وشويه ديال الزعتر، وغادي دابا ان شاء الله نطرب هاد الخليط مزيان. انا غادي نطربو يعني غير بيديا، غادي نطربو مزيان ان شاء الله، وغادي نزيد عليه الباقي ونكمل معكم. ومن بعد ما طربتو مزيان غادي نزيد هذاك نص لتر ديال الحليب، بسم الله. غادي دابا نزيد الدقيق، غير بشويه بشويه. صافي غادي نحط تما. غادي نبقى هكا حتى غادي نكمل تما ان شاء الله ونرجع معكم. ها هو دابا لي كريب، ها هو شفتو، ما خصوش يكونوا فيه لا حبيبات لا شي حاجه. غنغطيه دابا بواحد المناديل وغادي نخليه يرتاح ان شاء الله واحد 5 دقائق وعاد باش نبدا نطيبو. كما قلت لكم ها غطيته بواحد المناديل هذيك لي كريب. دابا غادي ندوزو نصايبو لا بيشاميل يعني اكيد كلشي كيعرف ليها. 2 معالق ديال الزبده، 2 معالق ديال الفورص، ودرت فيها انا واحد الفرماجه مثلثه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. غادي نخلي داكشي حتى يذوب مزيان، وغادي نزيد فيه عندي ان شاء الله نص لتر ديال الحليب. انا غادي نصايب البيشاميل ونكملوا باذن الله. لا بيشاميل ملي كنحركوه مزيان كيتخلط كولي بحال هكا، كنبداو نزيدو فيه الحليب بشويه بشويه ونحركو دغيا باش ما يتكورش لينا. شوفوا كيفاش كيولي بحال هكا. انا مازال غنزيد فيه الحليب، يعني كنتسنى حتى كيبدا كيتسقال شويه، وكنزيد عاود الحليب حتى كنسالي هذيك الكميه اللي عندي، لان الا بغيتوه ثقيل ما ديروش هذاك كله، الا بغيتو يجي شويه خفيف غادي ديروا، بغيتوه خفيف بزاف ديروا شي شويه ديال الحليب. المهم هاد الخاص اللي عطيتكم راه كيجي شويه عاقد، ماشي كيجي خفيف، كيجي المذاق ديال الزوين. الا عندكم الكوزه ديروا شويه كتجي معها رائعه. للاسف انا ما عنديش الكوزه. شوفوا باش كيبدا كيتقال، خاصنا عاود نزيدو الحليب. صافي دابا انايا هكا اللي غادي نسالي ونخليه يبرد، وغادي نبدا نصايب ان شاء الله لي كريب. ما يمكن اعتذار لانني ما بديش معكم الاول لي كريب. ها هو دابا كيطيب. صافي غادي حتى نطيبو كله، يعني معروف الطياب ديال لي كريب، حتى نطيبو كله ان شاء الله ونكمل المونتاج.
المهم بعد ما طابوا ليا لي كريب وداكشي، المهم انا غادي نمونطيها هنا في هذا القالب هذا اللي كيتحل وكيتسد. الا مكانش عندك ماشي مشكل، غير تحطها وحده فوق وحده. انا دهنته بالزبده، غشيته بعدا بالبابي الومنيوم، دهنته بالزبده ياك. علاش غتقولوا علاش دارت لي البابي الومنيوم؟ بقيت واحد الطريف شويه، واحد بلايصه فيها بحال الصداع، الوغ خفت وانا نقول اللهم ندير لي هذا. درت شويه ديال الزبده ودرت اللولانيه، وغندير دابا شويه ديال لا بيشاميل وشويه ديال الكاشير ونبقى غادا بحال هكاك. المهم انا غادي نبدا معكم ان شاء الله، ولكن غير قبل ما نبداو شوفوا الجناب ديالهم تيكونوا شويه بحال يابسين. انا بالنسبه لي قطعتهم دوك الجنيبات، واصلا المقله كبيره على هذا القالب هذا، يعني انا نقص منهم دوك الجنيبات هما في الجنابه كنقصتهم. المهم انا غادي ندير لا بيشاميل ان شاء الله ونكملوا له الباقي. انا درت البيشاميل كيبان لكم، درت فرماج احمر ودرت هذاك الكاشير، وغادي ندير غطاء اخر. دابا ندير وحده اخرى ونبقى غادا هكاك. نساليت كلشي، درت داك البيشاميل اللي بقى ليا من الفوق، وغادي ندير دابا الفرماج هكا احمر وغنخشيها في الفران. يعني واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق يعني دغيا، ماشي يبقى بزاف، غير باش يذوب داكشي وينسجم مع بعضياته ونقدم عليكم باذن الله. شوفوا هي من بعد ما خرجتها من الفران، انا دابا غادي نحطها في البلا ديالها ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جات. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي بحال هكا، كتجي زوينه بزاف. صدقوني بان راه غير طريف منها كيشبع تبارك الله، وملي كتقطع كيبان فيها واحد المنظر زوين. المهم انا بالنسبه لي زينتها بحال هكا، درت هكا شويه ديال الفرماج، درت فوق منهم شويه ديال المعدنوس، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. وهذا الشكل ديالها من الداخل، شوفوا كيفاش كتجي، شكلها زوين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها مع هذا رمضان باذن الله، وتقولوا لي كي جاتكم. وما تنسوناش من لي جيم، من لي كومونتير، والى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.